السلام عليكم. الفيديو ده يا اخوانا توضيح بسيط واحتذار لكل ام ولكل اب ولكل اخ ولكل اخت ولكل الشعب السوداني، لانه هم متعودين عليه انه انا يحصل مني تصرف زي ده او كلام زي ده. واحد اتنين، المسألة كانت في اتجاه في مشكلة معينة، فقامت ترويت لمشكلة تانية كالعادة. يعني احنا متعودين للفتن ونخلق مشاكل اكتر من حجمها ونفتن في بعضنا، وده السبب ان احنا هسه حاليا في الوضع اللي احنا فيه. واحد اتنين، بالنسبة لي انه عشا معارف قحاتية وعشا دعامية وعشا جياشية وعشا نحن من قمنا الجيش، جيش الوطن. واحد اتنين، انا علاقتي مع السياسة زي علاقة هبة جبرة مع الغنى، ما عندي علاقة بها. تمام. اتنين، الفيديو ده بحتذر وبقول حتى انا غلطانة لانه انا ما دعوت الناس يشوفوني بالصورة دي. واحد اتنين، لكل ام ولكل اب ولكل اخت ولكل اخو، وانا بحتذر وانا اسفة جدا 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 اذا سمحتوا مني اي كلمة شينة بجد، لانه بعدين المشكلة يعني كانت مشكلة بسيطة وكانت مشكلة ردة الفعل طبيعي تكون كده، فالناس روجت لاتجاه تاني، او مش الناس او هي ذات ست المشكلة فاتت للمشكلة باتجاه تاني. تمام. وانا ما حابقى زي حامثل وابكي ويجي اتنين طبالين يقولوا لي انت تابعة للقوة وانت للجيش وانت بتحمي وانت بتفيدي. لا، انا فنانة سلام، وليه بكرة وبعد بكرة بقول انا فنانة سلام، ما بفتن، ما بطلع بقول كلام، ما بقف ضد زول، ما بقف مع زول، انا دايرة سلام.